سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. وين ما راكم تتبعوا في الفيديو نتاعي. على بالي طولت الغيبه عليكم، ان شاء الله راني رجعت بالوصفات من جديد. ان شاء الله نتمنى تنال اعجابكم، وانتم ثاني عاونوني بتعليقاتكم الايجابيه وديروا لي جيم وبارطاجيو لي فيديو نتاعي. بون اليوم ان شاء الله اول حاجه بديت بها يعني في العوده نتاعي هي بوراك. رانا ان شاء الله مقبلين على شهر رمضان المبارك. اعطيكم هذه الوصفه سهله بنينه واقتصاديه، واهم حاجه انها بنينه روعه. اول حاجه نحتاجها عندي نص صدر تاع الدجاج. انا هنايا الصدر تاعي كان كبير سي بوغ درت نص برك. عندي حبه فلفل حلو كما راكم تشوفوا، وعندي سنه ثوم، وعندي السلق راح نديرو. فضلت اني نديرو بالسلق. ان شاء الله راح ننزل نحاول نهبط لكم وصفات بزاف تاع بوراك. يعني صراحه هاد لاغوسات كنت مسجله يعني مصورتها شويه قديمه، وحبيت نحطها لكم نشارككم بها. تكون الاولى من الوصفات تاع رمضان 2023 ان شاء الله. ربي كما نقولوا يلحقوا علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله، نكونوا مجمولين كامل وبصحه والعافيه ان شاء الله. بون اول حاجه راني درتها هي راح نقي السلق نتاعي. نحيت له هذوك الحواشي اللي من تحت، ونحيت له اي حاجه فيه صفراء، اي ورقه صفراء ولا خضراء ولا يعني مش مليحه، ودرته في الماء شللته مليح ودرته في شويه خل، ومن بعد قطعته رقيق. وعندي لهنا سكالوب هذاك اللي شفتوه معايا راني مقطعته قطع عشوائيه بصح صغيره يعني باش يطيب لي بالخف. بون نروح. اول حاجه درت المقله نتاعي درتها فوق النار كما راكم تشوفوا. ما درت لا زيت لا حتى حاجه واحده اخرى، لا زبده لا والو، المقله وحدها. درت فيها هذاك السكالوب تاعي اللي كنت مقطعاته كما قلت لكم عشوائي، بصح حاولوا برك ترقوا القطع. ورحت زدت له الفلفل نتاعي. وليت ما حبيتش ندير جعبه كامله بانت لي بزاف. المهم انا درت فلفل حلو. نتوما اذا كان عندكم الحلو والله الحار هذاك الاحمر يعني هذاك اللي لونه احمر راح يجيب باهي بالبزاف، راح يعطيه كولور وبنه. من الاحسن نستعملوه. سينو تقدروا ديروا كيما انا درت جعبه فلفل حلو، باسكو ولادي ما يحبوش بيان شغل الحرور شغل توجور ندير على جالهم. مي نتوما تقدروا ديروا الحلو والحار مع بعضهم، هذا الشيء راجع لكم طبعا. راح نخليهم كما شفتوا راني قطعت الفلفل نتاعي هكذا قطع صغار. نخليهم في المقلاة نحرك حتى يطيب لي هذاك سكالوب نتاعي. نبقى غير هكذا نحرك برك بشويه مره على مره نحرك حتى نشوف سكالوب نتاعي كما نقولوا بدا يطيب. هنايا قبل عفوا راني رحت زدت الثوم. عندي لهنا سنه ثوم كبار درت 3. قد ما ديروا الثوم كما نعرفوا كامل الدجاج نتاعنا يحب الثوم. قد ما ديروا ثوم ما تخافوش. اذا كانوا سنات صغار تقدروا تروحوا حتى 5 6. اذا كانوا كبار كما انا راني درت 2 سنينات. راني سكرفشتهم كما راكم تشوفوا هكذا فوق داك سكالوب نتاعي. وراح نخليهم راح نحرك ونخليهم ثاني مع بعضهم يمدوا لنا كما نقولوا النكهه. زدت لهنا الملح، وراح نزيد ثاني شويه ثوم مرحي اذا كان متوفر عندكم. تقدروا غاليه تزيدوا زنجبيل. انا الزنجبيل ما كانش متوفر عندي، اما الباقي ما كان لا. هذا ما راح ندير له وراح يكون بنين صدقوني روعه. راني زدت له ثاني شويه حمار، هذا احمر يعني على جال لا كولور، والثوم مرحي كما قلت لكم. وزنجبيل اذا كان متوفر عندكم ثاني تقدروا تزيدوه. ابارسا ما تزيدوا حتى حاجه زعما فلفل اكحل ولا كمون ولا قرفه، لا ما راحش نزيد حتى حاجه واحده اخرى. نكتفي بهذو التوابل على جال البنه. راح تكون راني قلت لكم بنه نتاعو خطيره ان شاء الله تجربوا بما ان في شعبان يعني في قبل رمضان تقدروا تجربوها. واذا عجبتكم هذه لاغوسات هذا الوصفه تاع البوراك هذا الحشو بالذات يعني راحين تطيبوه في رمضان ان شاء الله في الشهر الفضيل. وعلاش لا بالك حتى تولوا ما تستغناوش عنها. يعني صراحه انا هذه الوصفه ما نستغناش عليها. نص صدر الدجاج راح يدير لكم كميه كبيره نتاع الديول. وش راح نقول لكم راح تخرج كميه ما شاء الله. راح يكون زاكي يعني باسكو راح نرحوه من بعد. راح يكون زاكي على الكيف وبنين. اهم حاجه انه بنين. واذا الولاد نتاعو كانوا ما يحبوش زعما السلق راح هنا ياكلوه ما يفيقوش. راني شوفوا زدت درت عنهم السلق ما درت حتى قطره زيت كيما راكم تشوفوا. رميت السلق نتاعي وراني نحرك فيه حتى نذبل لي حتى نطاب لي. ورحت رحيت الخليط نتاعي في الروبو، وجبت المقله نفسها اللي كنت نطيب فيها ودرت لها قطره نتاع زيت. درت لها شويه تاع زيت وراح ندير الخليط ها هو بعد ما رحيته في الخلاط الكهربائي. هذاك الخليط تاع السلق ولي زيسكالوب تاوعي راني ندير فيه. شوفوا لا كولور تاعو كيف جات على كيف تسخف. ومن بعد نقليه شويه نطيبوا فيه شويه زيت على جال باش كيما نقولوا يولي لنا جوغ كروستيون يولي لنا قاند كيما حنا نقولوا. الحشو نتاعي ما راحش يكون لهنا. خليت شويه بلا سلق على جال بنتي ما تحبش ديك لا كولور الخضراء. كنت تشوف حاجه خضراء كزبر ولا معدنوس ولا سلق ولا ما تحبش تاكل تحبس
خليت شويه يعني تقدروا ديروه بلا سلق، ميم ديروه بلا سلق راح تكون الريزلطه نتاعو هايله، النتيجه راح تكون على الكيف بنين وهايل كيف كما نقولوا البنه راح تكون على الكيف وثاني زاكي. المهم راني حمصته شويه هكذا في المقله، شوفوا حتى يكون لي ناشف ما راحش نشيحو بيان باسكو السلق اصلا راح يطلق الماء نتاعو. وراح نجيب الديول، انا هنا راني استعملت الديول تاع برا يعني ما خدمتهم في الدار ما والو، هادو اللي يتباعوا شريتهم. وراح ندير الحبات نتاوعي، راح ندير الحشو نتاعي يعني فيهم عادي كما راكم تشوفوا كما مالفين، لهوهم كما حبيتو. راح نزيد له انايا الفرماج من الداخل. نتوما الفرماج على جال ما نحبش الحاجه برك تعود ناشفه، مع انه يعني ما راحش يكون لكم ناشف، راني نحاول نمد لكم قد ما نقدر شغل المعلومات. نتمنى برك تدعموني في القناه. كما قلت لكم ما راحش، مع انه ما راحش يكون الحشو ناشف، مي راح نزيد له شويه تاع جبن مثلثات، جبن طري، اي جبن يكون متوفر عندك تقدري حتى ديري شيدر ولا غودا ولا هذوك فرماج رابي يعني راح يعطيه بنه على الكيف. المهم هكذا ونلهوث البركات نتاوعي ونديرهم يتقلاو. تقدروا تقليوهم كما تقدروا ديروهم في الفور. انا كميه قليتها صراحه وكميه درتها في الفور. انا ما نحبش المقلي، ما نحبش الزيت بزاف، نتقها مثمثم، ما نحبش ناكل بزاف كي تعود حاجه مقليه، والعكس كي تكون طيب زعما البوراك في الفور ناكل نورمال 2 حبات 3 عادي. المهم هذه هي الوصفه تاع اليوم، راح نقليه حبوباتي الغاليات. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. راني هنا نزيد نلهوث في حبه ثانيه امامكم باش تشوفوا برك يعني كيفاش يكون الحشو نتاعي. نتمنى تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم. حبوباتي الغاليات غير ادعموني بجمله لا فيديو، خليوا لي تعليق باهي كيما نتوما باهيين عزيزاتي. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، واستناوني كيما قلت لكم راهو كاين جديد في القناه حاله. ها هو البوراك تاعي بعد ما طاب، راح نقسم قدامكم حبه تشوفوها كيفاش جات. شوفوا ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وتاكلوه بالصحه والهنا، وتهلاو في رواحكم غالياتي. سلام.